أحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع ومرحبا خاصة بتلاميذي الأعزاء والأوفياء، جميع الطلبة والتلاميذ وحتى أولياء الأمر اللي راهم يتابعوا فيا. مرحبا بكم جميعا. ولادي بناتي، من فضلكم قبل ما نبداو هذا الفيديو صلوا لي على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل النجاح والتوفيق والسداد لكم في بكالوريا 2024 بالعلامات الممتازة إن شاء الله تعالى. صدقوني ولادي باللي كل طالب راهو يتعب، كل طالب راهو يسعى، وكل طالب راهو يبحث عن المعلومة. يوم امتحان البكالوريا وادري ما اقول، راح تكون يدو مسرحه باذن الله تعالى ويجيكم كامتحان عادي. ولادي بناتي، كما شفتوا في الفيديوهات السابقه لما كنت نزلت لكم عده فيديوهات على البكالوريا، هناك الكثير من التعليقات في حسابي في الانستغرام، في تعليقاتي في اليوتيوب. استاذ من فضلك دير لنا كشوف نقاط تلاميذ اجتازوا بكالوريا سابقا وتحصلوا على معدلات ممتازه وكذلك تقدير جيد جدا، تقدير امتياز. وانا اليوم تحت الرغبه تاعكم جيت لبيت لكم هذا الطلب ان شاء الله تعالى، وراح نشارككم بعض معكم كشوف نقاط تلاميذ ممتازين تحصلوا على معدل ممتاز، وراهم الان في المدارس، افضل المدارس العليا في الجزائر، المدارس الوطنيه العليا للذكاء الاصطناعي، الطب، كذلك يا جماعه الخير المدرسه الوطنيه متعدده التقنيات، المدرسه الوطنيه العليا الاعلام الالي، وحتى تلاميذي اللي قراو عندي الحمد لله راهم هيئات كبار الان في المدارس العليا. كما راكم تشوفوا الان في هذا الصوره يا جماعه الخير، هذا عباره عن كشف نقاط التلميذ تحصل على المعدل 18.16 يعني بتقدير امتياز. شوفوا معايا ولادي، علامة 18 في البكالوريا، 17 16، والله العظيم ما راهي علامة ماهيش علامة صعيبة، راهي سهلة. بصح كي نقول لكم سهلة ماشي بهذيك السهولة اللي تعتبروها انتوما، لا كي نقول لكم بلي علامة هذا المعدل ماهوش صعب، باسكو انا كي نقول بلي التلميذ يكون متوسط في سنة أولى والثانية ثانية ثانوي، بعد كي نقول يوم امتحان البكالوريا بلي تقدر تجيب 18، يقول لك لا أستاذ أنا نجيب 15 تكفيني. لا ولادي، 18 يوم امتحان البكالوريا سهلة مهلة، تقدروا كامل تجيبوها. بصح كيفاش تجيبوها؟ لازم توازنوا بين المواد الأدبية والمواد العلمية. وي راني معاك يا أستاذ، كي نقول لكم ولادي بلي المواد العلميه اقراوها، عطوا لها حصه الاسد، بصح هذا لا يعني انكم تهملوا المواد الاخرى، باسكو المواد العلميه تجيب لكم الباك، بصح شحال تجيب لكم الباك؟ تجيب لكم الباك بمعدل 14 12، لكن المواد الادبيه زائد المواد العلميه معناتها الاساسيه راك راح تجيب الباك تاعك افيك مونسيون، راك راح تجيبه بتقدير اللي يخليك تدخل الجامعه والمدرسه العليا اللي راك حاب تدخل وانت راسك مرفوع. واضحة ولا لا؟ وها هو المثال امامكم، هذا مثال لطالب قرا عندي في السنوات الماضيه، تحصل على بكالوريا 18.16، كانت شعب التقني الرياضي هندسه كهربائيه. كما راكم تشوفوا باش تجيب معدل 18 لازم تكون الماده الاساسيه تاعك تكون اموا فوق 4، تكون فوق 15 وفوق 16 يا ولادي. كما راكم تلاحظوا دا التكنولوجيا دا 19 ونصف، رياضيات دا 19 ونص، العلوم الفيزيائيه دا 18، اللغه العربيه دا 16، الفرنسية دا 16، والإنجليزية كذلك يا جماعة الخير دا 18، الفلسفة 14 ونصف، التاريخ والجغرافيا دا 16 ونص، الإسلامية دا 20، والرياضة كان إعفاء من الرياضة. واضحة ولا لا؟ باش التلاميذ اللي يلقاو حجة ويلقاو ذريعة بلي أنا ما نقدرش ندير معدل 18 باسكو عندي نقص في مواد اللغات الفرنسية والإنجليزية، ها هو الدليل أمامكم. ما داش نقطة 19 ولا دا نقطة 18 في المواد اللغات، دا نقاط متوسطه، دا 14 ودا 16 في اللغات، معناتها باش ما تلقاش حجه وذريعه انه اللغات ما يخلوك تدي معدل 18. كيما الفلسفه دا نقطه 14 ونصف، هي نقطه اللي نقدروا نقولوا بلي نوعا ما هي نقطه متوسطه. لكن تخيلوا لو كان هذا الطالب زاد قرا بزاف هذه المواد وباز على هذه المواد وقراهم من بدايه سنه كبقيه المواد، قادر يوصل للمعدل تاعو حتى 19 ويجي الاول وطنيا ويدي التكريم لعند رئيس الجمهوريه. واضحه ولا لا؟ وان شاء الله يا رب العالمين كل طالب راهو في هذا الفيديو الان تحصل على العلامه الكامله في جميع المواد باش تحصل على نقطه ممتازه، وان شاء الله نشوفكم في التلفزه باذن الله تعالى، باسكو ادري بلي الان واحد فيكم راه يسمع هذا الفيديو راح يكون هو النخبه وراح يكون الاول وطنيا كما نقولوا احنا، يتربى على عرش البكالوريا في نهايه السنه ان شاء الله في شهر جويليا، ونشوفوه باذن الله تعالى في التلفزه وتكون فخر. اول حاجه تفخر بنفسك وتفخر بيك العائله تاعك، ونفخروا بيك احنا الاساتذه وتفخر بيك الجزائر، لانك انت من نخبه الجزائر اللي يحتاجوها كل الدول، ماشي فقط الجزائر، كل العالم راهو يحتاجك لما تكون انت نخبه ويكون عندك مكانه مرموقه في المجتمع الجزائري باذن الله تعالى. معناتها اولادي العبره والنصيحه اللي حبيت نقولها لكم، ما تلقاوش حجه ولا ذريعه انه انا في الاولى ثانوي والثانيه ثانوي كنت دي معدل 14 15 في الباك معناتها ما راحش ندي مليح. لا وليدي، دير مليح في بالك بلي كل التلاميذ اللي كانوا يدوا 15 اللي كانوا يدوا 16 في الثانيه والاولى ثانوي هما اللي راح يدوا 18 في البكالوريا، واللي كانوا يدوا 18 راهي باينه بلي راح يدوا 18. معناتها اذا كنت انت تدي
14 وتدي 15 وتدي 16 سهل عليك فاسيلمون اكثر من شرب الماء انك تقرا وتدي 18 في البكالوريا. انت اسعى ودير اللي عليك والباقي على ربي سبحانه. وحاول انا اذا هاني لبيت لكم الطلب تاعكم. حسابي في الانستغرام في صندوق الوصف والتعليق المثبت. ويعطيكم الصحه ولادي، نتلاقوا باذن الله تعالى في الفيديوهات القادمه. صحيتوا.